ونطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 وموحدتها 194 على اتحادية على 2023 الصادر بتاريخ 4/9/2023 وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الآيمو وفقا لما ورد في كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المرقم 1532 بتاريخ 25/12/2023. وبعدها يتم مفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لغرض التفاوض مجددا على أن يكون الفريق العراقي التفاوضي من الخبراء المختصين ومن أصحاب الخبرة الكبيرة دون أي تدخل سياسي، وأن يتم عقد التفاوض في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الطرفين من أجل إحقاق الحق بين البلدين الشقيقين وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية. نتقدم بالشكر والتقدير إلى جمهورنا العراقي الكبير الذي ساندنا في قضية اتفاقية خور عبد الله ودعم قرار المحكمة الاتحادية وحث نوابهم المنتخبين إلى المساندة. واليوم جمعنا 106 توقيع من النواب، ولا يزال عدد من النواب غير موجودين في تزايد، وإن شاء الله اتصلوا بنا هاتفيا لغرض إضافة أسمائهم، وإحنا ننتظر القائمة مفتوحة للتوقيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.